السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتكم أكلة ماما. نعمل بقى النهاردة مع بعض الترليتشا أو القشطوطة أو كيكة الحليب التركية. حاجة كده في منتهى اللذاذة، سموها زي ما انتوا عايزين، بس في النهاية حاجة هتعجبكم جدا جدا. تحلية كيك، هي ميكس كده حلو قوي. مكوناته ان شاء الله بسيطة خالص، هنعمله بمنتهى السهولة من غير ما نشتريه من بره بقد كده، وهنعمله في البيت بالكمية بقى اللي احنا عاوزينها، حجم كده الصينية اللي احنا عاوزينها. نقول بسم الله ونبتدي بالمقادير. معايا اول حاجة طبقة الكيك. عشان اعمل طبقة الكيكة انا محتاجة كوباية ونص من السكر بيعادلوا 300 جرام، ومحتاجة نص كوباية من الزيت حوالي 125 ملي، ومحتاجة 4 بيضات. المكونات دي انا هبتدي الاول اضرب البيض مع السكر كويس جدا. انا عاوزاهم يكونوا ناعمين، عايزه حبيبات السكر تدوب معايا. ومرحله الضرب مهمه، لان كل ما هتضربيه كويس كل ما هتطلع معاكي كيك اسفنجي ولونه فاتح وحلو جدا. ننزل بقى بالبيض وهننزل عليه بكميه السكر بتاعتنا كوبايه ونص، وهنضرب بقى الكلام ده كده كويس مع بعضه. زي ما قلت انا محتاجة ان يدوب معايا خالص. وممكن كمان عادي مضرب عادي، لو مش موجود مضرب كهربائي مفيش اي مشكلة خالص. هبتدي بقى اضرب الكلام ده كويس جدا جدا، وهنزل عليهم بنص كوباية الزيت واكمل ضرب. انا كده يعني تعتبر المكونات، هنزل طبعا بالفانيليا بس انا نسيتها في الاول فحطيتها في الاخر. وكده مكونات السايله تعتبر شبه كامله عندي، وهقول لكم ليه شبه كامله، لان في خطوه مهمه هنعملها بعدين. بعد بقى ما اتاكدت من ان الكلام ده كده اتضرب كويس وحبيبات السكر دابت معايا، هبتدي بقى عندي المكونات الجافة عبارة عن كوبايتين من الدقيق، ضفت عليهم معلقتين صغيرين من البيكنج باودر ورشة من الملح، بس كده. هنزل بقى بيهم كده على المكونات السايلة بتاعتي، وهديهم برضو ضربة كده محترمة. زي ما قلت لكم مرحلة الضرب دي هي اهم مرحلة في القشطوطة، كل ما تضربيها هتديك ارتفاع وحاجة حلوة قوي. هنا بقى انا قلت لكم شبه سايله ليه، لان انا كوبايه من الحليب و6 معالق من الزبده بيعادلوا 90 جرام. انا عملتهم كده على النار، غليت الزبده مع اللبن على النار، وبعدين هنزل بيه. مش هيهبط الكيك، ما تخافوش ولا اي حاجه. في الاول بيكون كده متكتل شويه، لكن سخونيته بتفكه بسرعه، ومش يعني مش هيتعبكم خالص. هضربه بقى كويس جدا زي ما اتفقنا. انا محتاجة ان انا يعني المرحلة دي اكون يعني مديها ضمير كده وضربها كويس جدا. معايا بقى صينية مقاس 26، انا بطنتها بورق زبدة، وهنزل بقى بالمكونات. هي زي ما انتم شايفين كده شبه سايلة، يعني مش جامدة قوي، هي شبه سايلة. خلاص كده نزلناها بقى وفردناها في الصينية فردة نفسها، لان زي ما قلنا هي سايلة. خبطتين كده الهواء يخرج منها، وعشان اتاكد ان الهواء كله خرج هبتدي برضو بعصايه الشيش طاووق كده، وهبتدي انزل برضو اعمل خطوط عشان افرغ اي هواء ممكن يكون في المسام بتاعتها، واخبطها كمان كده خبطتين 3 محترمين كده، ما عادش فيها هواء. على الفرن بقى على طول، على ما تستوي بقى براحتها كده في الفرن، اكون انا جهزت طبقه الكريمه اللي هي عباره عن 2 باكت كريم شانتيه. هديلهم ميه متلجه بالتدريج، يعني زي ما مش مرة واحدة، تدريج، كل ما تحتاج اديلها. ممكن تستخدمي كريم شانتيه سايب عادي من عند العطار، بس يكون نوع كويس موثوق فيه. شايفين بقى الكريمة بتاعتي ما شاء الله ارتفعت ازاي. كده انا خلصت الكمية اللي انا محتاجاها كلها. هبتدي بقى هشيل منها كده شويه على جنب في كيس حلواني هحتاجها للتزيين، والباقي هفرد بيه وش الكيك بعد ما الكيك طلع طبعا وسيبناه برد واتهوى كويس. هفرده بقى عليه كده كويس جدا، وبعدين ادخله التلاجة يمسك نفسه كده ويتماسك ويتجانس مع بعضه، على ما انا اعمل اخر طبقه، وهي طبقة الكراميل. بقى انا محتاجة كوباية من السكر على النار كده في طاسة تكون لونها فاتح عشان اتأكد من اللون بتاعها. مش هاجي جنبها خالص غير لما تبتدي تتكرمل كويس. هبتدي بقى انزل بمكعبين من الزبدة، حوالي معلقتين يعني من الزبدة،
وهبتدي انزل كمان بنص كوبايه من الميه دوبت فيهم معلقه من النشا وكوبايه من اللبن، واقلبهم كويس يفكوا قوي ويغلوا. واول ما يبتدوا بقى يتقلوا خلاص كده اسيبهم يهدوا كده ويبردوا، وبعدين انزل بيهم على الكراميل، على الكريم شانتيه. انا غلطت غلطه، الكراميل حطيته وهو سخن لسه، فسيبوه يبرد عشان ما يخترقش الكريم شانتيه وشكل النهائي يبوظ مننا. وهزين بقى بالكريم شانتيه اللي سبته على جنب كده، هديله خطوط بالعرض، وبعصايه الشيش طاووق بقى واديله ايه رايح جاي رايح جاي، يدينا بقى الشكل اللي احنا شايفينه. شايفين بقى الشكل النهائي. خطوة مهمة جدا نسيت برضه اقولها، ان اول ما الكيك بيخرج بنسقيه بلتر حليب، ممكن تقلله او تزوده زي ما انتوا حابين. شايفين شاربة الحليب كله كله، ما فيش اي حليب خالص منها، مش مفرولة، هشة ماسكة نفسها، مرتفعة، لونها فاتح ما شاء الله. يعني كانت حلوة قوي، ما بوظهاش بس غير اختراق الكراميل للكريم شانتيه، لكن الخطوط اللي عملناها على الوش يعني ايه صلحت الموقف. لكن في النهاية كان طعمها حلو قوي، زي ما احنا شايفين كانت عاملة ازاي. اتمنى ان الوصفة تكون عجبتكم، واتمنى تجربوها وتقولوا رأيكم في التعليقات.